واشياء اخرى، وحابه فترتي دي نتكلم عن ازاي نعيش الحياه بطريقه بسيطه فيها تلقائيه، بعيدا عن الضغط العصبي والمشاكل والضغوط اللي دايما بتحيطنا من كل الجوانب. ازاي نبسط الحياه، ازاي نعيش جوده الحياه. عشان كده النهارده يعني انا كمان اصريت ان انا اتكلم عنه واحتفي بذكرى وفاته، ذكرى وفاه الدكتور ابراهيم الفقي، مصري وناجح جدا في التنميه البشريه، 10 فبراير وكان 2012. معانا ضيفنا النهارده للحديث عن الدكتور ابراهيم الفقي، ازاي نستمد طاقه ايجابيه من حوارنا معاه. دكتور احمد علام، استشاري التنميه البشريه والعلاقات الاسريه، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذه منال، واهلا بكل الساده المستمعين اللي دايما يعني بنتشرف بوجودنا معاهم. طبعا الدكتور ابراهيم الفقي ما ينفعش حد نعديه كده. اللي احنا نعرفه عنه ان هو يعني خبير في التنميه البشريه، صاحب مجموعه شركات ابراهيم الفقي العالميه اللي هي قوه الطاقه البشريه والتنويم بالاحياء وعلم الميتافيزيقا، وله عده طبعا هو احنا عايزين بس نقول معلومه مهمه جدا، ان طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى لولا وجود ابراهيم الفقي ما كانش فيه حاجه علم اسمه التنميه البشريه كان تواجد في الوطن العربي او في مصر عامه، لانه هو اول حد عرفنا يعني ايه كلمه تنميه بشريه ويعني ايه هذا العلم، وابتدت بقى من بعديه يخرج من خلاله تلاميذ كتير، ويخرج طلاب كتير، طلاب علم من خلال ان هم تحت ابراهيم الفقي، ثم بعد كده انطلقوا بقى وكل واحد وابتدى النهارده العلم ده يزدهر وابتدى يبقى له وجود. بس مين اللي وضع له البذره الاساسيه؟ هو كان الدكتور ابراهيم الفقي. الكتب بتاعته كتيره جدا في المجال ده، يعني حتى اللي مش طالب من طلابه او اللي ما درسش عنده، مجرد ما هيقرا عدد الكتب بتاعه وعلى فكره حاجه غريبه جدا رغم من اهميتها كانت اسعارها طول الوقت اسعار في المتناول جدا، فاللي بيقرا الكتب دي او بيتفرج على الفيديوهات. نعم، عناوينها يا دكتور بتدينا طاقه ايجابيه. عناوينها كلها مقولك المفاتيح العشرة للنجاح. يعني انا كده العنوان لازم يخليني اقرا واشوف ايه المفاتيح دي. لما يقول لي حياه بلا توتر، لما يقول لي قوه الحب والتسامح، دي عناوين الكتب بتاعته. طب سيطر على حياتك، طب ايقظ قدراتك واصنع مستقبلك، ده طبعا ده سلسله طويله جدا. طب انا كل اسم من دول يديني طاقه ايجابيه لوحده ويخليني لازم اشوف ايه اللي انا اعمله، ولو طبقت بقى الكلام اللي جواه هتفرق معايا كتير. واقول لحضرتك انا واحد من الناس طبقت الحاجات بتاعت الدكتور ابراهيم الفقي. في كمان اتعلمت منه ايه؟ طيب اتعلمت منه اولا حته ان انا يبقى عندي طموحات واهداف لا تنتهي، وانا كان بيبقى عندنا عاده الاهداف ببقى حاطط لنفسي هدف وايه عايز اوصل له وخلاص. لا، ده ممكن يبقى عندي اهداف في عده مجالات، وان الاهداف بتاعتي دي مش مجرد ان انا وصلت يبقى انا خلاص كده يعني عملت كل حاجه. لا، ده انا لسه قدامي تاني بعد ما بوصل. اتعلمت منه كيفيه السيطره على الانفعالات والغضب، لان الواحد ساعات بيطلق لعنان والكلام ده كله. اتعلمت منه العقل الباطن بيشتغل ازاي، عقلنا بيشتغل ازاي، اعرف اتعامل. ان اهم حاجه يا استاذه منال اللي انا بقولها للناس كلها، لو عرفت تتعامل مع نفسك ده كفايه. يعني الناس بتعيش وتموت هو مش عارف ايه هي قدراته، مش عارف ايه هي امكانياته، ممكن يكون مش عارف عيوب فيه. يقول لك الناس شايفينه مثلا حاجه وهو مش شايف نفسه كده، الناس كلها شايفينه ان هو عصر بتاعه، يقول لك لا انا مين قال لك ان انا كده، او مين قال لك انا طول عمري مثلا بعمل كذا وهو بيعمل حاجه ثانيه عكسها. فبالتالي لو حد بس عارف يوقظ قدراته وعارف يوقظ امكانياته وعارف يتعامل مع نفسه فهو يكفيه، هيساعده في التعامل مع الاخرين. انما مشكلتنا ان احنا الناس عندنا عايزين يتعاملوا مع الاخرين، عايزين يعدلوا على الاخرين وما بيبصش لنفسه. فبالتالي طبعا دي كلها حاجات والحاجات لا تنتهي او الدروس لا تنتهي مع الدكتور ابراهيم الفقي طبعا. طب هو قصه التنويم بالاحياء دي عباره عن ايه؟ بالايحاء يعني مش بالاحياء، يعني هو بالايحاء يعني هي من اسمها ان هو حد يعني يخليك نايم وفي نفس الوقت مش نايم. انا فاكره ان حد بيبقى صاحي يعني حي ونايم في نفس الوقت. ما هو نفس المعنى، حضرتك بتقوليه ان هو مش نايم بس هو ايحاء، وان هو مدينا قدامه شكل ان هو نايم. وده طبعا من ضمن الامور اللي هو يعني ايه تخصص فيها. ويمكن هو كنا في الافلام بس اللي بنشوف في الافلام حضرتك كان دايما بيورينا الحاجه دي، دايما كانت حاجه منتقده، يعني دايما بيطلب منه طلبات تخليه يعمل حاجات غلط. لا، خلي بال حضرتك التنويم بقى بالايحاء او التنويم المغناطيسي فعلا الحقيقي هو ما بيخليش الفرد يعمل اشياء خارجه عن قدراته. يعني مش ممكن يخليه يرتكب جريمه،
يعني مش ممكن يقول له اعمل كده، الشخص مش هيرتكب الجريمه دي. انما مجرد هو بيحلم، مجرد بيشوف نفسه في حاجه افضل، مجرد بيشوف نفسه في المكانه الفلانيه، انا دلوقتي عندي هدف، اشوف نفسي وانا بحقق الهدف بتاعي، الحاجات الايجابيه لهذا الامر، وليس ان انا اقول له ايه قوم روح اقتل فلان، روح اسرق الحاجه الفلانيه، تعالى مش عارف اتجوز فلان. ما بيوصلش حته ان هو كمان يبقى متواجد، يبقى طول الوقت نايم كده وبيعمل حاجات كتيره جدا في الحياه. لا، دي مجرد بتبقى اوقات قليله، دقائق، ومن خلالها بيستطيع ان هو يشوف نفسه ويشوف احلامه ويشوف طموحاته ويشوف حاجات كويسه، مش حاجات سلبيه وحاجات سيئه يعني. طيب دكتور احمد علام، اللي ما يعرفش دكتور ابراهيم الفقي وعايزين نعرفه النهارده، وهو ليه عده مؤلفات، ترشح له انهي كتاب يقراه بدايه؟ كتاب واحد بس، يعني الواحد صراحه يحس انه بدايه كده عشان يدخل في الموضوع. طيب عشان يدخل في الموضوع يبقى كتاب الطريق الى النجاح او المفاتيح العشر للنجاح، يختار منهم كتاب، وهي دي البدايه، وهتخليه بعد كده هو نفسه هينطلق بقى. فانا ارشح له الكتاب ده. بس انا ممكن نقول 3 4، يعني انا عايز اقول برضه عشان لو ما لقاش ده او ما لقاهوش متناول، ممكن يخش برضه الطاقه البشريه والطريق الى القمه، الاثار السبعه للقوه الذاتيه، كيف تتحكم في شعورك واحاسيسك، كتاب جميل جدا. فلو لقى اي حاجه من الحاجات ديت، عشان برضه ما نحطوش في حته واحده يمكن يدور عليها ما يلاقيهوش، انما هيلاقيها بسهوله على النت، وهيلاقيها برضه بتتباع، خاصه معرض الكتاب موجود في الوقت الحالي شغال يعني. طبعا كلها كتب ومؤلفات ممكن تفيد وفي حياه كل البشر، نستمد منها طاقه ايجابيه ونتعلم منها قوه الثقه بالنفس والطريق للنجاح والتفوق. بشكر حضرتك دكتور احمد علام، استشاري التنميه البشريه والعلاقات الاسريه. عفوا. بالايحاء يعني مش بالاحياء، يعني هو بالايحاء، يعني هي من اسمها ان هو حد يعني يخليك نايم وفي نفس الوقت مش نايم. انا فاكره ان حد بيبقى صاحي يعني حي ونايم في نفس الوقت. ما هو نفس المعنى، حضرتك بتقوليه ان هو مش نايم، بس هو ايحاء ان هو مدينا قدامه شكل ان هو نايم، وده طبعا من ضمن الامور اللي هو يعني تخصص فيها. ويمكن هو كنا في الافلام زي اللي بس اللي بنشوف في الافلام حضرتك كان دايما بيورينا الحاجه دي، دايما كانت حاجه منتقده، يعني دايما بيطلب منه طلبات تخليه يعمل حاجات غلط. لا، خلي بال حضرتك، التنويم بقى بالايحاء او التنويم المغناطيسي فعلا الحقيقي هو ما بيخليش الفرد يعمل اشياء خارجه عن قدراته، يعني مش ممكن يخليه يرتكب جريمه، يعني مش ممكن يقول له اعمل كده، الشخص مش هيرتكب الجريمه دي. انما مجرد هو بيحلم، مجرد بيشوف نفسه في حاجه افضل، مجرد بيشوف نفسه في المكانه الفلانيه، انا دلوقتي عندي هدف، اشوف نفسي وانا بحقق الهدف بتاعي، الحاجات الايجابيه لهذا الامر، وليس ان انا اقول له ايه قوم روح اقتل فلان، روح اسرق الحاجه الفلانيه، تعالى مش عارف اتجوز فلان. ما بيوصلش حته ان هو كمان يبقى متواجد، يبقى طول الوقت نايم كده وبيعمل حاجات كتيره جدا في الحياه. لا، دي مجرد بتبقى اوقات قليله، دقائق، ومن خلالها بيستطيع ان هو يشوف نفسه ويشوف احلامه ويشوف طموحاته ويشوف حاجات كويسه، مش حاجات سلبيه وحاجات سيئه يعني. طيب دكتور احمد علام، اللي ما يعرفش دكتور ابراهيم الفقي وعايزين نعرفه النهارده، وهو ليه عده مؤلفات، ترشح له انهي كتاب يقراه بدايه؟ كتاب واحد بس، يعني الواحد صراحه يحس انه بدايه كده عشان يدخل في الموضوع. طيب عشان يدخل في الموضوع يبقى كتاب الطريق الى النجاح او المفاتيح العشر للنجاح، يختار منهم كتاب، وهي دي البدايه، وهتخليه بعد كده هو نفسه هينطلق بقى. فانا ارشح له الكتاب ده. بس انا ممكن نقول 3 4، يعني انا عايز اقول برضه عشان لو ما لقاش ده او ما لقاهوش متناول، ممكن يخش برضه الطاقه البشريه والطريق الى القمه، الاثار السبعه للقوه الذاتيه، كيف تتحكم في شعورك واحاسيسك، كتاب جميل جدا. فلو لقى اي حاجه من الحاجات ديت، عشان برضه ما نحطوش في حته واحده يمكن يدور عليها ما يلاقيهوش، انما هيلاقيها بسهوله على النت، وهيلاقيها برضه بتتباع، خاصه معرض الكتاب موجود في الوقت الحالي شغال يعني. طبعا كلها كتب ومؤلفات ممكن تفيد وفي حياه كل البشر، نستمد منها طاقه ايجابيه ونتعلم منها قوه الثقه بالنفس والطريق للنجاح والتفوق. بشكر حضرتك دكتور احمد علام، استشاري التنميه البشريه والعلاقات الاسريه. عفوا. كتاب واحد بس، يعني الواحد صراحه يحس انه بدايه كده عشان يدخل في الموضوع.
طيب عشان يدخل في الموضوع يبقى كتاب الطريق الى النجاح او المفاتيح العشرة للنجاح، يختار منهم كتاب، وهي دي البدايه، وهتخليه بعد كده هو نفسه هينطلق بقى. فانا ارشح له الكتاب ده. بس انا ممكن نقول 3 4، يعني انا عايز اقول برضه عشان لو ما لقاش ده او ما لقاهوش متناول، ممكن يخش برضه الطاقه البشريه والطريق الى القمه، الاسرار السبعه للقوه الذاتيه، كيف تتحكم في شعورك واحاسيسك. كتاب جميل جدا. لو لقى اي حاجه من الحاجات ديت، عشان برضه ما نحطوش في حته واحده يمكن يدور عليها ما يلاقيهوش، انما هيلاقيها بسهوله على النت، وهيلاقيها برضه بتتباع، خاصه معرض الكتاب موجود في الوقت الحالي شغال يعني. طبعا كلها كتب ومؤلفات ممكن تفيد وفي حياة كل البشر، نستمد منها طاقة إيجابية ونتعلم منها قوة الثقة بالنفس والطريق للنجاح والتفوق. بشكر حضرتك دكتور أحمد علام، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. عفوا. على النت، وهيلاقيها برضه بتتباع، خاصة معرض الكتاب موجود في الوقت الحالي شغال يعني. طبعا كلها كتب ومؤلفات ممكن تفيد وفي حياة كل البشر، نستمد منها طاقة إيجابية ونتعلم منها قوة الثقة بالنفس والطريق للنجاح والتفوق. بشكر حضرتك دكتور أحمد علام، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. عفوا. بشكر حضرتك دكتور أحمد علام، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. عفوا.